حاجه مهمه قوي اصدقائي، كانت غريبه قوي مع الناس في اللي علقوا على الموضوع على الفيسبوك. معظم التعليقات، وانا يعني كان جات لنا تعليقات كتيره جدا، بس في نقطه مهمه معظمها بيقولوا ان احنا مش هنعرف ناخد حقنا بالقانون. ليه مش هتاخدوا حقكم بالقانون؟ لان لازم يكون في شهود على الواقع. طب تمام، طب ما الواقع دي ممكن تكون حصلت في مكان عام او في الشارع، وبناء عليه الناس هتتحرك معاكي. يقولك لا مفيش حد هيتحرك معاكي في الموضوع. ليه ما حدش هيتحرك؟ هيشوف الاول لبسك وشكلك، وهل كنت يعني مثيره او كاشفه عن جسمك او اسلوب لبسك او اسلوب الميك اب بتاعك، وبناء عليه هياخد الموقف. انا عايزه اقول لكم ان في سيدات كتير في المجتمع ممكن تكون ما بتتكلمش او ما بتقولش ايه اللي بيحصل لها، لكن اؤكد لكم ان السيدات ايا كان لبسها ايه، ده وصلت لمرحله المنتقبات، يعني بتبقى منتقبه مش باين اي حاجه نهائي من جسمها او من وشها، وبرغم ذلك بتتعرض للتحرش. هتيجي تقولي يعني ازاي تعرضت للتحرش؟ هقولك مش عارفه حقيقي. هو في بعض الشخصيات مريضه في المجتمع ويجب ان احنا نحاربها بغض النظر عن التدخل في لبس او شكل البنت او الفتاة اللي ماشية في الشارع. يعني ابسط مثال، احنا في الخمسينات وفي الستينات اعتقد كان الاسلوب او موضة اللبس مختلفة تماما عن دلوقتي. كان يمكن الحجاب مش بالشكل اللي موجود دلوقتي، برغم ذلك ما كناش في مرحلة من الانحلال الاخلاقي اللي احنا يعني حاسين بيه دلوقتي، وكون ان احنا نوصل للمركز الثاني على مستوى العالم في نسبة التحرش. يبقى احنا فعلا في خطر، ولازم نقف وقفة ونتصدى لهذه الظاهرة. واوعى تبص للبنت ولا شكلها، اتعاطف معها واعرف ان هي ممكن تكون في يوم بنتك او اختك او حتى يعني اقرب الناس ليك ممكن تكون زوجتك. فلازم تشوف هتعمل ايه مع الناس دي لو تعرضوا لمواقف زي كده. كمان في بعض التعليقات جاينا بخصوص الموضوع من الرجال برضو، بيقولوا لنا والله انا شايف ما تسيبش حقها حتى لو بطوبة وفي دماغه، والناس هتتلم وهي تخلع بسرعة، بس تبقى علمت عليه فيخاف يكررها. والله انا شايفة ان استكمال الحق في الموضوع ده ان هي ما تسيبوش وتجري، ان هي تاخده وتمسكه من ايده وتروح بيه لاقرب اسم شرطة وتحرر فيه محضر تحرش. في تاني، ما تسيبش حقك وما تخافيش من كلام الناس معدومة الضمير اللي بيقولوا عيب تتكلمي او خلاص مش هيكررها. في ميدو بيقول لنا تحرش ما فيهاش اي تفاهم، اقل حاجة تقول للرجالة اللي جنبك في المواصلات بقى الشارع في اي مكان وهم هيعملوا الواجب. يا ريت يا ميدو الناس بقت في الشارع دلوقتي يعني بتقوم بالواجب، مش تعمل نفسها مش شايفة وتاخد بعضها وتمشي. منا بتقول انا هصوت واقول حرامي واضربه باي حاجه بقى، بس انا عمري ما بخرج لوحدي. يعني منا لما سالناها قلنا لها هتقولي حرامي وهتتكسفي تقولي متحرش، راحت اسراء قالت ما هو للاسف لو قالت متحرش ما حدش هيعبرها وهيقولوا ان العيب فيها وان السبب لبسها. احنا في مجتمع للاسف غير سوي. دي برضو نقطه تضايقنا جدا. لو قالت متحرش ممكن محدش يتعاطف معها، لكن لو قالت حرامي هيعدموا العافية. هي وهي أزكى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.